السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعد أيامنا وأيامكم بكل خير. أهم وأولى ما يشغل به المسلم وقته هو طلب العلم الشرعي الذي يعرفه بالله ورسوله. والآيات والأحاديث في فضل العلم كثيرة جدا تجدونها في مظانها. ومن أهم الأمور المعينة على تحصيل العلم هو وجود منهجية واضحة لذلك ينبغي أن تشجع كل فكرة تهدف إلى تخريج طلاب العلم المؤصلين على المنهج الصحيح. ومن هذه الأفكار المباركة والبرامج النافعة برنامج تحصيل لتخريج طلاب العلم، قام عليه بعض الأخوة الكرام وطلبوا مني المشاركة فيه، فتشرفت بأن شاركت وساهمت في لجنته العلمية. هذا البرنامج فكرته لا تقتصر فقط على تدريس العلم ثم يخرج الطالب ولا يدرى هل راجع أم لم يراجع. فالجديد في هذا البرنامج هو وجود متابعة حثيثة لهذا الطالب حتى يتأكد أنه حصل تحصيلا صحيحا، بالإضافة إلى بعض المحاضرات التي تنمي مهارات تحصيل طلب العلم عند هذا الطالب، بالإضافة إلى بعض الرحلات. كذلك من الأفكار المهمة في هذا البرنامج فكرة الرحلة العلمية التي ستكون إن شاء الله في الصيف لبعض المشايخ والعلماء في المدينة. كل ذلك إن شاء الله سيكون وفق خطة مدروسة ومنهجية واضحة معلن عنها في الإعلام. لذلك وضعت بعض الشروط التي تتناسب مع هذه المتابعة، ومن أهمها قضية تحديد العمر بهذه السن. ولا يعني ذلك إخواني الكرام أن البرنامج سيقتصر على هذه الفئة، البرنامج للجميع حتى لو كان الإنسان عمره 100 سنة، والبرنامج للرجال وللنساء، ولكن هذه الفئة العمرية هي الفئة التي ستتابع فقط. وأكرر، البرنامج متاح للجميع لأنه أصلا سيكون في مسجد من المساجد المفتوحة للجميع رجالا ونساء. أما الإخوة الذين هم من خارج الكويت فبإمكانهم المتابعة لهذه الدروس وهذا البرنامج عن بعد، حيث سيكون هناك إن شاء الله نقل مباشر لجميع دروس هذا البرنامج. أما متابعتهم الفردية فهذه في الفترة الحالية متعذرة. أما عن مكان الدروس فلم يحدد بعد، سيحدد إن شاء الله لاحقا، وسيكون في مسجد من المساجد في دولة الكويت. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، والسلام عليكم.